سولوني منين نجيب السلعه ديال تركيا وكي ندير ندخلها للمغرب. غادي نعطيكم في هذا الفيديو العصير ديال هذا المشروع منين نجيب السلعه من المغرب وكيفاش ندخلها من تركيا. السلام عليكم الدراري والبنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف منكم كيسولوني بغيت ندخل السلعه ديال تركيا وندير التجاره ديال الملابس التركيه، ولكن باغي نعرف البلايص في المغرب اللي كيتباعوا فيها بالجمله، ولا بغيت نجيبها من تركيا كيفاش ندير. في هذا الفيديو غادي نعطيكم المراحل كامله من ا حتى لزد. غادي نوريك منين تجيب السلعه بالجمله وانت في المغرب، وكيفاش تقداها من تركيا وانت غير في الدار ديالك، والاهم من هادشي كيفاش تحسب مصاريف الشحن والجمارك باش ما تصيدش. تبع معايا في هذا الفيديو وكملوا حتى الاخر، حيت كل دقيقه معلومه فيها بالفلوس. علاش الملابس التركيه هي الخيار الافضل في التجاره الالكترونيه او التجاره في المحل؟ قبل ما ندوزو للمصادر خاصنا نفهموا علاش تركيا بالضبط. بالنسبه للسوق التركي كيمتاز بثلاثه ديال الحاجات اللي مهمه بزاف. اول حاجه هي الجوده ديال الثوب، خصوصا القطن اللي كيعيش معاك وكيما كيموتش نهائيا، والفينيسي والخياطه اللي كتكون متقونه بزاف، وهذا الشيء هو اللي كيخلي الكليان يرجع يشري من عندك. وثالثا هي الموضه، الاتراك راهم سابقيننا بقرون بالنسبه للموديلات وكيفاش كيقلدوا الماركات العالميه وبواحد الطريقه اللي احترافيه. وهاد العوامل بثلاثه كيعطيوكم منتج رابح، يعني كيعطيك وين البرودكت ناضي، كيسهل عليك التسويق ديالو وكتبيعو طاير. دابا غادي نشوفوا المصادر ديال الجمله داخل المغرب، الناس اللي باغيه تبدا دغيا وتاخذ السلعه غير من المغرب. الا كنتي عاد باغي تبدا وبغيتي تبدا بالسلعه صغيره، احسن حل هو تمشي للقلب ديال التجاره في المغرب اللي هي الدار البيضاء. عندك ثلاثه ديال المحطات اساسيه في كازا. عندك سوق القريعه هو الوجهه الاولى، وشحال من واحد غادي يسمع هاد البلايص غادي يحسب ليه راه فيهم غير السلعه ديال الجمله ديال المغرب، يعني غير السلعه المحليه. وانا غادي نقول لك لا، راه هاد البلايص اللي غادي نعطيك غادي تلقى فيهم اجنحه كامله متخصصه غير في المستورد التركي. والميزه هنا هي انك كتقلب السلعه بيدك وكتشوف القياسات بعينيك وكتاخذ السلعه اللي بغيتي. وكاين عاود كراج علال ودرب عمر، هاد البلايص كيتجمعوا فيهم المستوردين الكبار. الا كنتي غتهز كميه كبيره يعني السيري كامل، هنا غتلقى الثمن ديال الجمله الحقيقي وثمن مناسب. كاين برج الياقوت بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الملابس النسائيه الراقيه واخر ما كاين في طوندونس. هاد القيصريه هي العنوان ديال الملابس التركيه والملابس المستورده في كازا. دابا غادي نشوفوا كيفاش تقدم من تركيا اونلاين بلا ما تسافر بلا ما حتى شي حاجه. دابا الا بغيتي تمشي للمنبع وتجيب موديلات حصريه، كاين مواقع تركيه موثوقه كيتعاملوا معها بزاف ديال المغاربه بالجمله. اشهر ديال هاد المواقع كاينه لونسا اللي كيتعتبر سوق رقمي كيجمع مئات ديال المصانع. كاين كذلك فيم كاستور وكاين توركوبت. والسر اللي كيديروه الحريفيه هو التليجرام. بزاف ديال المصانع في مناطق ديال لاليلي وميرتار عندهم قنوات كيحطوا فيها الموديلات يوميا، كيتواصلوا معك بالواتساب كتخلصهم بار فيرمو او عبر مكتب ديال الصرف، وهما كيتكلفوا ليك كيصيفطوا السلعه ديالك للشركه ديال الشحن اللي كتكون انت قلتي معاها من قبل. دابا غادي ندوزو للشحن والجمارك ونهضروا على المعلومات المهمه مع شركات ديال الشحن. بزاف كيسولوا كيفاش غتوصلني السلعه وكيفاش غدوز في الديوانه، والحل كيفاش ان ما تشدش في الديوانه. الحل كاين في الشركات ديال الشحن اللي كنسميوهم حنا الكارغو. كاين شركات مغربيه وتركيه في اسطنبول متخصصه في هذا الشيء. انت كتعطيهم غير العنوان، كتعطي غير العنوان ديالهم المعمل اللي تعاملتي معاه او الديبو اللي غيصيفط لك السلعه لشركه الشحن، وهما كيتسلموا السلعه ديالك كيجمعوها لك في كراطن وكيصيفطوها لك للمغرب. والثمن اللي كتخلص كيكون للكيلو، الثمن كيتراوح ما بين 90 درهم و130 درهم للكيلو تقريبا. وهذا الثمن راه كيكون غالبا دي تي بي، يعني شامل التكاليف، يعني ما كتزيدش تخلص شي حاجه ولا شي جمارك ولا شي حاجه. بالنسبه للمصاريف ديال الجمارك يعني ما كتكونش التوصيل كيوصلك حتى للمدينه ديالك بلا ما تطلع للديوانه، كتجيك سلعتك حتى للمدينه ديالك فين كاين نتايا. دابا غادي نعطيك مثال ديال الشركات اللي متخصصه في هذا الشيء. كاينه شركه جلوب فورwarding، هذه شركه كتعتبر من اشهر الشركات اللي كتربط اسطنبول بالدار البيضاء. عندهم تجربه كبيره في الشحن ديال الملابس والمنسوجات، وكتميز بتوفير مخازن في منطقه لاليلي باسطنبول، حيت كيمكنوك انك تجمع السلع ديالك عندهم من مختلف المصانع. يعني كل مصنع يصيفط لك شويه عندهم، غيجمعوا لك كل شيء وغيصيفطوا لك. كيكون عندك كود واحد كيجمعوا كل شيء كيصيفطوا لك انت للمدينه ديالك للمغرب، وكيجيك حتى للمدينه ديالك. كاين شركه ميريام كارغو، هذه الشركه معروفه جدا وسط التجار المغاربه بالخصوص اللي كيجيبوا الملابس التركيه، كيعرفوا هذه الشركه بزاف. كتواجد المقر ديالهم الرئيسي في اسطنبول في منطقه لاليلي، وعندهم موزعين في المغرب كيتكلفوا بعمليه الديوانه وكيوصلوا لك السلعه فيما كنتي في المغرب، كيوصلوك السلعه ديالك. كاين شركه اونين كارغو من الشركات الرائده اللي كيتيقوا فيها بزاف ديال الشباب المبتدئين في التجاره الالكترونيه. علاش هذه الشركه؟ حيت هما كيتعاملوا بواحد الاحترافيه وكيسهلوا لك وكيجمعوا لك السلعه، واخا تكون غير قليله كيجيبوها لك، وكيوفروا لك خدمه ديال الشحن الجوي السريع والشحن البحري الا كانت عندك كميات كبيره.
غير كتواصل معاهم كيعطيوك العنوان ديال الديبو اللي عندهم في تركيا وواحد الكود ديال الكليان باش كتبقى تخدم به، كتبقى انت كتعطيه المصنع اللي غيصيفط لك السلعه او الموقع التركي اللي غادي تشري منه باش هما كيصيفطوا لك السلعه ديريكت لديك الشركه ديال الشحن. دابا غادي نعطيك نصيحه كاخي، الا كنتي مبتدئ ما تغامرش بالراس مال ديالك كامل في موديل واحد، جرب السوق بسيريات صغار وشوف الكليان شنو اللي كيميل ليه بزاف وشنو كياخذ من عندك بزاف، وخذ السلعه غير من المغرب في الاول، واخا الثمن يكون طالع شويه ولكن راك غادي تربح، حيت التجاره هي التجربه والتكرار. وبالنسبه للبرودويات ديال تركيا راه فيهم الربح تربح حيت الناس مطلوبين عندهم. وكتجربه شخصيه احسن نيش في الملابس التركيه هو النيش ديال ملابس الاطفال، حيت مطلوب بزاف وان فوا كيشوفوا الشخص كيعجبو غيديه يديه. كنتمنى هذه المعلومات تكون وضحت لكم بها الطريق. الى عجبكم الفيديو وبغيتو ندير لكم فيديوهات اخرين على مشاريع اخرى، خلوا لي في التعليق كلمه مشروع في لي كومونتير، وديروا جيم واشتراك، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.